مرحبا. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن التنفس. النفس الصحيح يلي بياخده المطرب لحتى يغني برياحة. مثل ما بتعرفوا كل حياتنا هي نفس، شهيق وزفير. لازم هالنفس هيدا يكون عم بيتاخد بطريقة مزبوطة. نحن بالستريس اللي عم نعيشه بهالحياة نفسنا مش مزبوط. ساعة بناخد النفس بصعوبة، ساعة بنعصب، ساعة ما في عنا رياحة بالنفس. بهدول الاكزرسيسات التمارين اللي عم نعملهم هلا بيأثروا كتير على رياحة نفسكم بالحياة وبالغناء بالأخص. مثل ما نحن في توازن بحياتنا بالشهيق والزفير، لازم يكون في توازن بالغناء. يعني لما بدنا ناخد نفس شهيق زفير بالغناء لازم نتعود ناخدهم اكيليبري، يعني متوازنين. يعني إذا أخدنا 1 2 3 4 شهيق، بدنا ناخد 1 2 3 4 زفير. يعني تمارين الفوكاليز أكترية تلاميذي يلي بيجوا بيكونوا أول دروس عم بياخدوها معي قادرين بس يعملوا 2 مزور أو 3 مزور بس. يعني بيقدروا يعملوا 3 مرات على فرد سحبة هيك، لأنه نفسهم بيكون بعده مش معود إنه الرواية يعبوا هواء مظبوط حتى يريحوه بالتنفس. بعد فترة، بعد شهرين ثلاثة، بصيروا يعملوا 10 مزيرات، 10 مزيرات شهيق و10 مزيرات زفير على فترة طويلة. مشان هيك القوة هي بالغناء. لما واحد يكون عم بيغني بتقول هيدا عم بيغني كأنه مش عم بيغني. ليش؟ لأنه عم بيتنفس مظبوط. مثل يلي بيعمل فيزيك، يلي بيعمل فيزيك بده أول شي بلش هيك وهيك مرة، بعدين بصير مرتين، بعدين 10، بعدين 200. ما الغناء ذات الشي. الغناء عم ناخد هوا ونكب هوا، عم ناخد هوا ونغني نكب هوا. فإذا التنفس شغلة كتير مهمة، هي أساسية بالتمارين الصوت. رح نبلش نعمل اكزرسيس أنا وياكم. أكيد هلا بالبداية أنتم ما رح تقدروا تعملوا كتير مزورات لفوق. رح نبلش أول شي ناخد مزورين 1 2 3 4 1 2 3 4 شهيق مثلهم زفير. يلا زفير. تاني تمرين بدنا نعمل 3 مزورات هلا شهيق، 3 مزورات زفير. إلى آخره. بنصير نزيد كل مرة مزور جديدة. يعني بنصير 4، بعدين 5، بعدين بنوصل لل10. هودي وقتها يصير واحد متقدم بدروس الفوكاليز، بصير يقدر يقولهم بكل رياحة. جربوا تمرنوا على هالتمرين هيدا.
تمرين لازم كل واحد بده يغني يعمله مظبوط. إلى اللقاء بالحلقة الجاية.